أنا زهقت من جارتي الحشرية ومش عارفة أعمل معاها إيه. أنا دلوقتي ليا جارة شقتها لازقة في شقتي، لو اتكلمت هي وجوزها بصوت عالي شوية بسمعهم، ولو أنا وجوزي اتكلمنا أو زعقنا أو حتى بزعق لولادي هي بتسمع. المشكلة إن أنا لما بسمعها بتتكلم مع جوزها بغير مكاني علشان مسمعش هما بيقولوا إيه، إنما هي بتفضل قاعدة تتصنت عليا أنا وجوزي، وكل كلمة بتسمعها بتنزل تقولها لكل الجيران. ومؤخرا عرفت ان جيراني يعرفوا عني حاجات انا عن نفسي معرفهاش، وطبعا اتصدمت واتكسفت جدا لان في حاجات حصلت فعلا هم عارفينها. ولما سألتهم مين قال لكم الكلام ده او جبتوا الكلام ده منين، وقعدت اكذب واقول لهم ان مفيش حاجة بتحصل من الكلام ده، وانتوا اصلا ازاي تتكلموا عليا، انتوا ما شفتوش مني غير كل خير من يوم ما سكنت هنا، انتوا بجد ازاي كده. واحدة من جيراني جت طبطبت عليا وقالت لي ما تزعليش نفسك، انا هقولك مين اللي قال الكلام ده. قلت لها قولي. راحت قالت لي اللي بيتكلم عليكي فلانة. طبعا انا اتصدمت لاني ما كنتش اتخيل انها تعمل كده. لما روحت حكيت لجوزي كل حاجة، طبعا جوزي اتعصب جدا وقال لي انا هروح لجوزها. وفعلا جوزي نزل اتكلم مع جوزها. بعد ما جوزي روح سمعنا جوزها بيزعق معاها وبيتخانق معاها وعمال يزعق لها ويقول لها انت ازاي تعملي حاجة زي دي، الناس في حالهم، انت مالك بالناس، وبهدلها على الاخر. وبعد ما زعق معاها قال لها انا طول عمري في حالي وعمري ما بحب المشاكل، ما تخليش حد يجي يتكلم معايا تاني، صدقيني لو حد اتكلم معايا تاني والله هطلقك وانزلك على البلد. حمدت ربنا انا وجوزي وقلنا خلاص الموضوع ده مش هيتكرر تاني، ولكن للأسف تاني يوم خرجت تتكلم عليا بالباطل، وانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه، اقول لجوزها ويطلقها ولا اخلي جوزي يشوف لي شقة بعيد عن القرف ده، ياريت تساعدوني.